بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أشكر الله تبارك وتعالى، ثم أشكر الشيخين، الشيخ صالح بن سعد السحيمي والشيخ محمد بن رمزان الهاجري، جزاهم الله خيرا على ما بذلا ويبذلان في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي قيامهم في هذه الفترة بالرحلة إليكم والتفاهم معكم وتوجيهكم وإلقاء الدروس فيكم. أسأل الله أن ينفعكم بما تسمعون منهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل لهما الأجر والثواب، وأن يجعل ذلك في صفحات حسناتهما. وأشكر الشباب السلفي على اهتمامهم بالدعوة السلفية وعلى علاقتهم بالمشايخ السلفيين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها علاقة دائمة، وأن ينفع الله المشايخ بما يبذلون، وينفع الطلاب بما يسمعون. وإنني سأتكلم لعلي بإيجاز في هذه المناسبة، لأن الكلام يشق علي. أولا أوصي نفسي والجميع الحاضرون عندكم والغائبين من المسلمين بتقوى الله والإخلاص له في الأقوال والأعمال والحركات والسكنات، والصدق في المقال، والثبات على السنة، والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى، والاستمساك به، والعض على ذلك بالنواجذ. والأدلة والآيات في هذا الموضوع كثيرة جدا، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقول الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والآيات في الحث على الصيام بكتاب الله وعلى سنة اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، والأحاديث في ذلك كثيرة، ومنها حديث الإرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه وصية جامعة نافعة، فيها الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، فيها وصية بتقوى الله تبارك وتعالى، وفيها الوصية بطاعة من ولاه الله أمر المسلمين، في طاعة الله تبارك وتعالى، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في طاعة الله تبارك وتعالى وفيما يأمر به من الحق والخير، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بما ستعيشه الأمة وما سينزل بها من الاختلافات والفرقة، فبين لنا ماذا نصنع وكيف يكون موقف المسلم تجاه هذه الصراعات والاختلافات. إنه ما يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فترى الفرق قد كثرت ويضلل بعضها بعضا، وكل فرقة تدعي أنها هي صاحبة الحق، ولكن الحق ما يثبت بالدعاوى، إنما يثبت بالأدلة والبراهين. فالذي عنده منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهج الخلفاء الراشدين ومنهجهم إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين
التي أمرنا رسول الله بالعض عليها بالنواجذ من سنته ومنهجه ومنهج الخلفاء الراشدين، الاعتصام بحبل الله والتمسك به في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، وتجاه الاختلافات والصراعات العقائدية والمنهجية نهرع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهما السنة التي كان عليها رسول الله. لأن المنهج المراد بالمنهج الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يتبع كتاب الله وما أوحاه الله إليه من السنة في كل المجالات العقائدية والمنهجية والأخلاقية والسياسية. وقد اختلف الناس في هذه القضايا كلها، فالحل هو المبادرة إلى الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان رسول الله والصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ثم لا يكتفي الرسول بهذا، قال عضوا عليها بالنواجذ، فإن هذا أمر ثمين وبه النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، فهذا أغلى ما يكون. خذ به واتبعه وعض عليه بالنواجذ في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء وفي كل الأحوال. ثم إن الواجب علينا أن نبين للناس الحق، وأن ندلهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فقه الصحابة الكرام والسلف العظام، فقههم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن في الأمة الخير الكثير، وكثير من المخدوعين بالأهواء قد يستجيبون ولله الحمد، وللداعي إلى الخير والساعي في إنقاذ هؤلاء مما هم فيه من الضلال بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجر كل من يستجيب له. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فكم يكسب المؤمن باعتصامه بكتاب الله وبما كان رسول الله والخلفاء الراشدون والصحابة المهديون، كم يثاب وكم يؤجر. وإذا دعا الناس إلى ذلك فإن له مثل أجر كل من يستجيب لهذه الدعوة إلى يوم القيامة. فكونوا أسباب خير وكونوا مفاتيح خير. وكثير من الشباب خاصة يتطلعون للحق والخير، فأروا ظمأهم الذي يتعطشون فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله بالدعوة إلى الله بالحجة والبرهان وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. بقي شيء آخر بعد هذا: أوصيكم بالتآخي والتلاحم فيما بينكم، وإياكم والخلافات فإنها شر، الخلاف شر، كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكما هو الواقع. فإن هذا يؤثر على النفوس ويؤثر على سير الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وبالتآخي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلو دعوتكم وتظهر ويحترمها الناس ويحبها الناس، فتآخوا، بذلك تكسبون الأجر الكثير وتسلم دعوتكم من التشويه، فإن الخلاف يشوه الدعوة وينفر الناس منها. فبتآخيكم تبرز صورة دعوتكم جميلة رائعة محببة إلى الناس، فحببوا هذه الدعوة إلى الناس
بالتآخي فيما بينكم، وابذلوا كل الأسباب التي تؤدي إلى الأخوة في الله والتحاب فيه، من إفشاء السلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام بالصدق وإخلاص وإرادة وجه الله تبارك وتعالى، والتحبب إلى إخوانك وتأليفهم، هذا من أسباب دخول الجنة ومن أسباب قوة الدعوة. بارك الله فيكم، وإياكم والخلافات، إياكم والخلافات، احذروا منها واقطعوا دابر الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة والخلاف. واعلموا أن التحاب في الله من أسباب أن يظلك الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي أظلهم اليوم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وسبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، إمام عادل لما يعدل الإمام يسود الأمن والأمان وينتشر الحق والخير. إذا عدل الإمام، والعدل لا يكون إلا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يوفق ولاة المسلمين للاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى والقيام بالعدل في رعيتهم، لينالوا هذه المنزلة العظيمة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني شاب نشأ في عبادة الله، فاحرصوا أيها الشباب أن تكونوا من هذا الشباب الناشئ في عبادة الله حتى يستحق هذه المنزلة العظيمة، أن يظلكم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، وأيضا حاولوا أن تكونوا من هذا الصنف، احرصوا على الصلوات جماعة في المساجد، فإن هذا من أسباب أن يظلكم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ورجلان، هذا الشاهد في هذا السياق: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. فكونوا إن شاء الله من أهل الجنة وممن يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأسأل الله أن يؤلف بين القلوب. ومعذرة لا أستطيع أن أواصل الكلام لأن الكلام يؤذيني. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتموه، وأن يحقق على أيدي المشايخ وعلى أيديكم جميعا الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلغ سلامي لكل الأحبة والأخوان في المغرب. الإخوة يبلغونك السلام ويشكرون لكم والدنا هذه التوجيهات وهذه الوصايا، فشكر الله لك وأعلى الله منزلتك وغفر الله ذنبك ونفع الله بك العباد والبلاد جميعا. بارك الله فيك ولكم بمثل هذا الدعاء. آمين آمين لنا ولك ولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.